السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم إن شاء الله معنا قصتين عن الاستغفار، أرزاق، وعن سورة البقرة إن شاء الله. وفي قصة مكتوبة وقصة مسموعة. نبدأ بالمكتوبة ثم نسمع صاحب القصة ماذا وجد من استغفاره وسورة البقرة. نبدأ على بركة الله، نقرأ القصة الأولى، يعني وصلتني القصة ونبدأ أقرأها إن شاء الله. قصتي باختصار يا أم رفيدة من قبل سنة تقريبا. في بداية كانت تظهر لي مقاطع الأخ محمد حجازي، وكنت لا أدخل عليها إلى أن تكرر ذلك كثيرا جدا، تقريبا كلما أفتح اليوتيوب. فقلت لماذا لا أتابعهم، ممكن إن هذه رسالة من الله. ثم بدأت متابعته وكنت ألزم الاستغفار 1000 مرة لأكثر من سنتين. وبعد ذلك كنت أخذت الاستغفار 10,000 مرة، حتى تعرفت على قناة الأخ محمد حجازي وبدأت الاستغفار ب30,000 مرة كحد أدنى، وليس تحديدا هذا العدد. والحمد لله رأيت المطر في الحقيقة والمنام، ويسر الله لي أمور كثيرة في حياتي مثل البركة في الوقت والمال، وأيضا رأيت تسخير الناس لي بشكل عجيب، وكل أمر أحتار فيه أجد الله يرشدني إليه بطريقة عجيبة لا أعرف كيف أعبر عنها، والأشياء لا أستطيع ذكرها بيني وبين الله والحمد لله. أما سورة البقرة فكنت أقرأها مرة واحدة، ولما يشتد بي أمر ما كنت أقرأها 3 أو 4 مرات، فتفرج خلال يوم ونصف، اللهم بارك. وأهم شيء حصل لي بسبب الاستغفار هذا كلام مهم لا تقطعي منه شيئا يا أم رفيدة. يعني بتقول لا تقطع منه أم رفيدة يا أختنا المشرفة على جروبات بلغوا عني ولو آية. طيب، إني تعرفت على الأخت أم رفيدة، هي تكتب وتقول: وأهم شيء حصل لي بسبب الاستغفار هذا كلام مهم لا تقطعي منه شيئا يا أم رفيدة. إني تعرفت على الأخت أم رفيدة. أم رفيدة هذه أعتبرها كنز في حياتي، أحسبها والله حسيبها ولا أزكيها على الله. دلتني على أبواب خير كثيرة لا أريد ذكرها هنا، وفتحت لي آفاق كثيرة أنا نفسي لم أكن أفكر في يوم إنها ستحدث معي. سبحان الله. مثلا كانت أمور تأتي في وجداني قبل أن أتعرف عليها، أراها صعبة المنال وبعيدة جدا، وأن الوقت قد فاتني على تحقيقها، لكن الله يسرها بشكل آخر على يديها وبطريقة عجيبة وسهلة. سبحان الله. فجزى الله عني الأخت أم رفيدة عطية الله لي بسبب الاستغفار، عطية لا يعلم حجمها في حياتي بعد الله إلا أنا. يعني كانت أختنا أم رفيدة مرشدة لها في أمور كثيرة، فحبتها في الله إن شاء الله. هذا باختصار ما أستطيع أبوح به على هذا المنبر المبارك. نعم، لا تستطيع أن تبوح به على هذا المنبر المبارك. فجزى الله الأخ أبو أحمد محمد حجازي على ما يقدمه ويبذله في سبيل الدعوة إلى الله وتبليغ آيتي الاستغفار وسورة البقرة. وأسأل الله سبحانه أن يكتبه على ثغرة من ثغور الإسلام وجميع المشرفين والمشرفات الذين معه، وأن يجعل عمله هذا حجة له يوم القيامة تدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، والله ولي التوفيق. اللهم آمين آمين لنا ولكم ولجميع المشرفين ولجميع المتابعين، وإن شاء الله لجميع المسلمين. الله يفتح علينا جميعا. خلينا نسمع قصة أخونا محمد إبراهيم السوداني صاحب قناة ذا تروث، عندما هو يقص قصته إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله. أخي الغالي محمد حجازي في بلغوا عني ولو آية. قصة طبعا من الاستغفار سورة البقرة بدت في شهر 4 2023. طبعا قبلها برمضان يعني أنا كنت بدور على سورة البقرة والاستغفار، وكنت يعني ببحث، والله بصراحة بحثت كثيرا وشفت فيديوهات كثير من المشايخ ما شاء الله عليهم، مشايخنا الكبار عندهم فيديوهات ساعتين وساعة وعلى سورة البقرة والاستغفار، لكن والله لم أجد خارطة الطريق وحدي. ونحن لا يعني لا نقلل من مشايخنا، لكن ما عندهم أي طريقة بتاعت استغفار. يعني في فيديو، بس أنا مش عايز أقول الأسامي، في فيديو لشيخ أنا أحبه كثيرا، يعني عنده فيديو ساعة عن الاستغفار، بس لكن لم أجد في آخر الفيديو ما يدلني على الاستغفار إلا لما عثرت على قناة الأخ محمد حجازي. ونحن لا نزكي الأخ محمد حجازي ولا نزكي أي أحد من الشيوخ على الله، بس لما وجدت هذا الرجل وضع خارطة الطريق معينة معروفة، استغفر 30,000 أو أكثر، مش من باب تحديد الأرقام والأوراد، وأقرأ سورة البقرة 4 مرات. أنا لما سمعت إنه الأخ محمد حجازي قضى دين 80,000 دولار، يعني راسي كاد أن يشيب، لأنه 80,000 دولار هنا في كندا هذا مبلغ كبير جدا. حتى الكنديين ما عندهمش 80,000 دولار، مش كل الكنديين عندهم يعني. لذلك خلاص انا كده قلت خلاص، يعني انا ده طالما انا ببحث وهذا الرجل قال هذا، خلاص نعمل بما قاله ونشوف نرى انه كان من الصادقين او لم يكن من الصادقين يعني. فوالله استلمت سورة البقرة بعد رمضان مباشرة، بذكر 23/4/2023 4 مرات في اليوم. يعني أنا أول أسبوع ما عانيت من سورة البقرة، لأن كانت صعبة على جسمي وصعبة علي، لم أكن أستطيع أن أوقف وأنا أقرأها في القيام يعني. بس الحمد لله بعد أسبوع يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني خفف عني شوية شوية، وبعد 13 يوم بالضبط من سورة البقرة والاستغفار معا، لأننا بديت مع بعض، ربنا سبحانه وتعالى أكرمني ب6,000 دولار والله العظيم من حيث لا أحتسب. والله على ما أقول شهيد، وأنا عندي شهود هنا معي يسمعوا الكلام هذا، يعني ناس أعرفهم عارفين الكلام هذا حصل معي يعني. فالحمد لله ربنا رزقني ب6,000 دولار من حيث لا أحتسب، وسورة البقرة خلاص يعني ارتحت فيها بصراحة كثير. يعني أنا خلاص كنت عندي ضالة وجدت ضالتي سورة البقرة، والحمد لله أنا مستمر لغاية اليوم على سورة البقرة مرتين في اليوم، الحمد لله رب العالمين. عندي تجارب تانية إنه قريتها مرة واحدة وما زوجت، يعني نزلتها في فيديو عندي في القناة. فسورة البقرة يا إخوان حاجة عظيمة جدا، وحاجة يعني ليست سهلة. هذا الجزء الأول من الرسالة. ساقوا كل هذه الأمراض من النفس. الجزء الثاني من القصة طبعا بستيل معكم محمد إبراهيم السوداني من كندا. والجزء الثاني من القصة طبعا يا اخوان، نحن يعني لا يخفى علينا انه كثير من الرجال، انا لا اقول كلهم بس اقول كثير منهم، السواد الاعظم من الرجال عندهم مشكلة في غض البصر، بغض النظر عن متزوجين او من غير متزوجين. وخصوصا هنا عندنا في كندا هنا في الصيف دايما عندنا مشاكل في غض البصر، لانه يعني في الصيف هنا الناس بتلبس براحتها خلاص بتعري كل شيء، بيكون ماشي على راحته خالص يعني. فكان هذه المشكلة تؤرقني. يعني أنا في الشباب بصراحة ما كنتش بحس بيها، يعني في الثلاثينات لما كنت في 30 سنة و25 سنة و20 ما كنت بحس بهذه المشكلة، إنه كل الشباب عادي، كلنا نحن نفس الشيء. بس لما كبرت وتزوجت وخلاص يعني هذه المشكلة بقت عندي مشكلة كبيرة ولازم أخلص منها بأي طرق. وحاولت بصراحة، حاولت وقاتلت مع نفسي، وفعلا نجحت لحد ما إني أقلل من هذا طلق البصر هذا. والحمد لله لما يكون عندي مشكلة بتاعتي بحياتي، أنا ما كنت مدمن بتاع بحياتي ولا مدمن بتاع أي شيء من الحاجات هذه، المخدرات ولا أي شيء من الحاجات مش كويسة يعني. بس غض البصر هذه مشكلة مؤرقاني خالص. بس أقسم بالله يا إخوان، بعد أنا أخذت سورة البقرة 4 مرات تمر بجنبي ملكة جمال العالم، أنا لا تهمني ولا أشوف فيها، ولو شفت فيها لا تثير شهوتي ولا تسير أي شيء ولا تسير شعرة من عندي يعني. ليه؟ لأنه فعلا أنا لما لقيت سورة البقرة لقيت الخلاص بتاعي من هذه المشكلة العويصة اللي هي بتاعت غض البصر. فعشان كده أنا نصحت كثير من الشباب، يعني أنا في الفيديوهات اللي بنشرها كثير من الشباب بنصحهم بسورة البقرة. أنت ما عليك إلا إنك تقرأ سورة البقرة وتخلي سورة البقرة تعمل الشغل بتاعك. يعني أنت مش هتحاول أو مش يعني أنت مش لازم تجاهد نفسك. هي سورة البقرة بتشيل منك هذا الحمل وبتشيل منك هذا الثقل، وهي بتستخدم يعني هي
بتخدم لك الكباحات بتاعت اللي تنظف كل هذه الأوساخ وكل هذه الأمراض من نفسك يعني. فنحن لا نتكلم عن يعني كتاب قرأناه، ولا نتكلم عن قصة سمعناها من حد. أنا بتكلم عن قصة شخصية وأنا أعيشها دلوقتي. سورة البقرة الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل سورة البقرة يعني خلت الأخلاق بتاعت الواحد تكون أخلاق زي ما هو عايز، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فأنا أتمنى إنه يعني الناس تستفيد من الرسالة هذه، وأتمنى إنه الشباب كلهم اللي عندهم مشاكل إذا كانت في غض بصر، إذا كانت في إباحيات، إذا كانت في كذب، في أي نوع من المشاكل الأخلاقية التي يطيح فيها كثير من الشباب، عليهم بسورة البقرة. لا تجتهد، لا يعني ما تقاتل مع نفسك، أنت اقرأ سورة البقرة وهي حتنظف لك كل ما تعاني منه يعني. بارك الله فيكم، جزاكم الله الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ محمد إبراهيم السوداني وصاحب قناة ذا تروث، إن شاء الله بتكون رابط قناته معنا إن شاء الله في القائمة، قائمة الجروبات. إخوتي الكرام، يطول الكلام عن الاستغفار وعن تغيير الأحوال، ونريد أن نصل إلى مشايخنا في هذا الكلام. ليش؟ لأنهم أصحاب منابر ولهم تأثير، وكلامهم له وقع إن شاء الله. نعم غابت عنهم جزئية، لأنه كنا نسأل بالماضي ونسألهم كيف نخلص من هذه الذي كان يشكو منها الرجل، فما كنا نهتدي وما كانوا يدلون عليها. والحمد لله يعني نكمل بعضنا البعض، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى بها. فإن كانوا هم مشغولين في قراءة الكتب، كانت الناس مثلا ربما عالقة في سقطات، ولما عرفت كيف تطلع من السقطات، وعندما سألت قالوا اعمل كذا وكذا، ولكنهم لم يخرجوا، لكن كتموا هذه السقطة واستمروا عليها. وهذا الذي كان يصيبنا. وسبحان الله، وعندما أخذنا سورة البقرة وأكثرنا منها انقلب الحال. شلحنا هذه السقطات التي لا يعني لازمتنا لسنين. نعم 4 مرات سورة البقرة، وهي مدة وجيزة، لربما 3-4 أشهر ينتهي الموضوع، وتعود إلى قراءتك إن شاء الله سورة البقرة مرة واحدة، واستغفار بما يسر الله لك، ومع كل أعمالك وقراءتك لكتاب الله وهكذا. فالمهم انك انت تبلغ آية وتملك حقيقة هذه الآية، وتخرج للناس قل 1 2 3 كما قال خارطة الطريق. ستصل إلى أن سورة البقرة لها فعل بفضل الله، جعل لها فعل الله. أنت تقرأها وهي تفعل فيك، تعيدك إلى الفطرة السليمة لتكون مرآة لدين الله. وهذا هو سبب أن الله بيعذبنا. نحن لسنا مرآة لدين الله، نحن سودنا صورة الإسلام في العالم، وظن الغير مسلمين إنه الإسلام هو نحن. ما عرفوا في فرق بين الإسلام والمسلمين. الإسلام هو دين الله، والمسلمين هم طلاب مدارس 3/4 ساقط، أو 90% أو 99% منا ساقط، ولا يعبد الله على هواه. بارك الله فيكم، انشروا هذا الكلام، وصلوا للمشايخ. أسأل الله أن يعني ننهض في هذه الأمة. نعم، لأن الله يعذبنا بذنوبنا، هذه الذنوب يحولها لذل، لهوان، لتسلط حكام، لتسلط أعداء، لأمراض، لأسقام. إن تبنا يرفع الله، ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نعم، مع الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.